ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي اتم الصحة والحال. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض بتنجان محشي وكوسة بطريقة كويسة جدا وبطريقة سهلة جدا للناس اللي لسه مبتدئة. وهنعمل تحته هنسوي تحته اللحمة بطريقة كويسة قوي. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف هنعمل ايه مع بعض. دي المقادير بتاعنا اهي مع بعض. معايا رز مغسول ومتصفي، ومعايا طماطم مضروبه في الخلاط، وبقدونس وشبت وكزبره متقطعين، وبصل وفلفل رومي او فلفل حار زي ما انتوا عايزين، وزبده وبصل حلقات، وطماطم، واللحمه والبتنجان والكوسه اللي انا مقوراهم وحطاهم في الميه بملح. ومعايا التوابل بتاعتي ملح وفلفل وكمون وسبع بهارات ومرقه دجاج بودر، ومعايا الملح طبعا. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض وهنبدأ ازاي. بالكو البتنجان فيه بتنجانتين كده وكوستين من غير تقوير علشان اوريهم لكم هنقورهم ازاي مع بعض. معايا البتنجان اهو، هدخل المقوار كده، شايفين اهو اهو، والفه بالشكل ده كده اهو. وانضف بقى من تحت لو في اي زيادات او اي حاجة بالشكل ده كده. ودي البتنجانية بتاعتي اهي من جوه. البتنجان ما يستحبش يكون تخين قوي يعني، ولا رفيع قوي ولا تخين قوي، بالشكل ده كده كويس جدا. وهوريلكم برضو الكوسة كمان. معايا الكوسة اهي، بس التخطيط بتاعها ده وريهولكم بقى نخططها ازاي الاول. شايفين بنيجي بالمقوار بالحتة المشرشرة دي ونعمل شكل كده، شايفين شايفين التخطيط. هنقورها بقى. الكوسة تبقى تخينة شوية عن البتنجان، شايفين ندخلها كده، نسيب حتة كده من فوق ونحدد كده بالمقوار الاول اهو. احدد اللفة دي كده وادخل المقوار بتاعي والف بالشكل ده اهو. ونضفها بقى كده من اللي جواها اهو اهي، وشكلها من بره اهي متخططه كده وشكلها جميل. عندي هنا بقى مقلاية على النار، هحمر فيها البتنجان، احط فيها شوية زيت صغيرين وهحمر البتنجان يا دوب اديله تشويحة بسيطة كده وياخد لون ذهبي كده فاتح، مش هحمره قوي يعني. وعندي بقى طاسة تانية هحط فيها شوية زيت وحتة زبدة، وهنزل بالبصل كده اشوحه كويس فيها. وطبعا ايدي شغالة في البتنجان اقلبه علشان ما يتحرقش مني، يا دوب ياخد لون ذهبي بس كده واطلعه بالشكل ده. في محافظات كتير ما بتحمرش البتنجان، احنا عندنا بنحبه متحمر وبيبقى طعمه جميل قوي قوي وبيدي لون حلو قوي في البتنجان. جربوه بالطريقة دي وهتعجبكم ان شاء الله. عندي بقى هنا البصل خد تشويحة كده في الزيت والزبدة، وبعد كده نزلت بالفلفل ونزلت بفصين توم مهروسين وهديلهم تشويحة كمان مع البصل. وبعد كده هنزل بالصلصة بتاعتي بقى، الطماطم اللي انا ضربتها في الخلاط، هقلبها كده كويس بقى مع البصل والفلفل والثوم، وهسيبها بقى تتسبك كده مع نفسها لحد ما تتسبك خالص. هنا بقى الحلة اللي انا هحشي فيها، جبت الروز او العنق بتاعة الخضار اللي انا قطعته حطيته في الارضية تحت، وجبت بصل قطعته حلقات وطماطم حلقات وتبلتهم بملح وفلفل، وهفرش نصهم كده في الارضية تحت فوق الخضار.
بالشكل ده كده. وهرص بقى اللحمة فوق البصل والطماطم دي. البصل والطماطم دول بيخلوا طعم اللحمة والمحشي جميل جدا، ولما بيستووا بقى بيدوبوا كده وبيبقوا طعمهم حلو قوي قوي مع اللحمة ومع المحشي. كده رصيت اللحمة اهو. هاخد بقى بقية البصل والطماطم واحطهم فوق اللحمة. اللحمة يا بنات تحت المحشي بجد جربوها، خطيرة. المحشي بيعلي طعم اللحمة قوي، واللحمة بتدي طعم جميل قوي للمحشي. يعني الميكس ده مع بعضه كده بيخلي الطعم رهيب. جربوها ومش هتندموا ان شاء الله. اللحمة دي عندي مستوية نص سوا او 3/4 سوا كده. هنا بقى الصلصة بتاعتي بدأت تتسبك اهيت. هنزل عليها بقى بالملح والفلفل بتاعي والتوابل، 7 بهارات والكمون ومرقة الدجاج البودر والملح والفلفل. وهديلهم بقى كمان غلوة كده مع بعض. هسيبهم بقى يتسبكوا شوية كمان كده مع بعض. عندي بقى طبق غويط هننزل الرز فيه. هنحط الرز المغسول والمتصفي، وبعدين هننزل بالخضار اللي احنا قطعناه ونقلب الرز مع الخضار كده. انا بحب الخل بتاع الخضرة تبقى على الرز، بتدي للرز ريحة حلوة قوي كده لما يتقلبوا مع بعض والخضار لسه فريش. وبعدين هنزل بقى بالتسبيكة بتاعتي واقلبهم بقى كلهم كويس مع بعض كده، اخلي الرز كله ياخد من الصلصة. وبكده تكون الحشوة بتاعت المحشي بتاعنا جاهزة. هجيب بقى البتنجان بتاعي احشيه بالشكل ده. مش هحشي البتنجانية للاخر، يا دوب احشيها كده لحد 3/4 كده، علشان لما الرز يستوي بيزيد فالمحشي معاكي ما يفتحش. بالشكل ده كده. وهنضف اي زيادات فوق البتنجان من فوق. والكوسة برضو نفس النظام، هحشيها لحد 3/4 بس. يعني هسيب حتة فاضية من فوق كده من غير رز، عشان لما الرز يستوي زي ما احنا قلنا يلاقي مكان يزيد فيه كده، والكوسة والبتنجان ما يفتحوش معايا. هنا بقى خلصت الكمية كلها اهو. وجبت طماطمتين كده وحشيتهم. بحب اوي الطماطم المحشية دي، بتبقى تحفة بصراحة. يعني انا بس اللي باكلهم، فعملت 2 على قد كده جمال جدا، بيبقى طعمهم حلو اوي لما بيستووا. هنا بقى عندي الشوربة اللي انا عملت فيها اللحمة، اللي انا سويت فيها اللحمة. هسقي بقى المحشي بتاعي بالشوربة كده. طبعا هقلل المية بتاعتي او الشوربة بتاعتي شوية، علشان عندي الكوسة ما تستوي بتنزل مية. فيا دوب ان انا هغطي. بصوا يعني المية هتبقى بسوة اول صفة بتنجان، يعني مش هجيب المية من الصفة التانية تقريبا كده، يعني عشان ما يعجنش منكم. لان الكوسة هتجيب مية، والمية هتلاقوها زادت معاكم. وبعد كده هنسيبهم بقى يغلوا مع بعض، ولما المية تنشف خالص هنوطي عليهم. وده كان شكل المحشي بتاعنا بعد ما استوى. كانت ريحته خطيرة بصراحة. احنا كده بعد ما قدمناه بقى، الكوسة كانت سواها مظبوط جدا، والبتنجان كمان، واللحمة كانت دايبة دوب، والطماطم كانت قمر بصراحة. هنا بقى اوريكم البتنجان اهو والكوسة، ما شاء الله الرز جوه مفلفل جدا وجميل قوي، واللحمة كانت دايبة دوب. انا بحب جدا اللحمة تستوي تحت المحشي، بده طعم البعض رهيب بصراحة. لو عجبتك بقى الوصفة دي ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي. ما شاء الله كانوا حلوين قوي بصراحة، وطعمهم وريحتهم حلوة جدا جدا جدا. يلا اشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة، وكل يوم وصفة بإذن الله. ويا رب تكون الوصفة كانت سهلة ولذيذة عليكم. والسلام عليكم وفي رعاية الله.